بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، نحن في هذه الأيام المباركة، شهر رجب، الخير والفرد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا فيه ما كتب لصلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه ورحمه الله في هذا الشهر وفي أواخره وفي هذه الفترة. كان تحرير صلاح الدين الأيوبي للمسجد الأقصى ولمدينة القدس، وطبعا قبل ذلك كان الفتح النبوي لهذه المدينة بالإسراء والمعراج، إذ أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم على الراجح من أقوال العلماء في 27 رجب إلى المسجد، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفي ذلك القرآن يتلى إلى يوم القيامة: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وتأتي في هذه الآيات قصة الاعتداء على المسجد الأقصى وإفساد بني إسرائيل. نعم، في هذا الأسبوع أعلن عن، في هذا الشهر المبارك، أو من مدة طبعا، ولكن أن يكون في هذا الشهر الإعلان عن أسبوع القدس العالمي الذي أعلن، وهي شهادة لا بد أن نشهد بها لأهلها. كان أول من أعلن عن هذا بوسائل الإعلام بالحقيقة لقاء العلماء والأكاديميين الأتراك. هذا أول من أعلن عنه منذ 3 أشهر، في لقاء لعلماء وأكاديميي تركيا من أجل القدس. كان اللقاء بعنوان ملتقى علماء وأكاديميو تركيا نصرة للقدس والأقصى. وفي هذا الملتقى أعلن نائب رئيس الشؤون الدينية الدكتور سليم أرغون أنه تم التوافق على أن يكون الأسبوع الأخير من شهر رجب هو أسبوع القدس العالمي. وبعد ذلك أيضا أعلن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. وفي لقاء تنسيقي لهيئات وروابط العلماء أيضا تبنوا هذا اللقاء وهذا الملتقى. وفي هذا اللقاء التنسيقي يحضره أكثر من 50 مؤسسة علمائية، فتبنوا أن يكون يوم الأسبوع الأخير من شهر رجب هو أسبوع القدس العالمي. وبالتالي ربما قد يكون بعض هذه المؤسسات لم يرتب مع بعض، ولكن تضافرت الأفكار ووجهات النظر، والاعتبار هذا الأسبوع أسبوع تفعيل للعمل من أجل القدس. ولا شك أن المراد به في هذه الحالة ليس أسبوعا على وجه الاكتفاء، وإنما على وجه التحريض، كما يأتي شهر رمضان المبارك تعبديا وإيمانيا محطة تقوية للمسلمين في دينهم وعباداتهم، ليتزودوا منه في أرواحهم للعام كاملا، رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، فيتزود المرء في عباداته في شهر رمضان. أعتقد يأتي هذا الأسبوع للتزود ولرسم الخطط ولبناء المشاريع التي تخدم القدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية على مدار العام، وليس المقصود أن يكون عندنا أسبوع عمل وتوقف بعد ذلك. لا، هو كان في يوم القدس العالمي في شهر رمضان، الجمعة الأخيرة من شهر رمضان. نعم، وهنا أسبوع القدس العالمي، وأنا أعتقد أنه لا تعارض، فالقدس تحتاج إلى الأسابيع والأيام وإلى جهود الأمة كلها من أجل، بل إلى جهود المنصفين من أجل خلاصها من أيدي الغاصبين. وبالتالي كل من يحدد وقتا لمضاعفة العمل ولوضع الخطط ولترتيب النشاطات من أجل نصرة القدس، فهذا عمل جيد ومبرور، ولا تعارض ما بين هذه المناسبات كلها.
وليس بعضها بديلا عن بعض. دكتور، بشكل عام ما هي الخطط التي أمامكم لهذا الأسبوع؟ يعني ما هي الأهداف التي تريدون أن تفعلوها في هذا الأسبوع؟ نعم. برامج ذكرت أنا أن الحقيقة أسبوع القدس العالمي هو محطة تقوية، هو انطلاقة ووضع خطط تغطي العام كامل، لكن بالتأكيد أن الموسم يكون فيه العمل مضاعف ويكون فيه العمل أكبر بالتأكيد. دائما هذا موسم، الأسبوع هو موسم عمل، صحيح تنطلق منه الأعمال بعد ذلك، ولكن في هذا الأسبوع لا شك أن هناك أمل، بل بدأ العمل بالإعداد والتحضير. من أجل هذا الأسبوع شكلت لجنة تحضيرية منذ شهر وبدأت أعمالها، وقد شكلت 3 لجان: لجنة للإعلام، ولجنة للعلاقات التواصل مع المؤسسات ومع الجهات لتتبنى هذا المشروع العملي وتشارك به وتدعو إليه. ويمتاز هذا الأسبوع أنه ليس هناك جهة واحدة داعية إليه، وإنما كل مدعو إليه مكفل بالدعوة، فهو مدعو وداعي، لأن القضية قضية الجميع، والقدس يحتاج إلى جهود، وتحتاج مدينة القدس والقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المنتهك حرماته وقدسيته الآن من قبل الغاصبين الصهاينة المجرمين. يحتاج منا جميعا أن نكون حاضرين، وأن نعتبر أنفسنا أصحاب مشروع لا مجرد مدعوين للتفاعل مع مشروع. ولذلك كل مؤسسة بلغها الخبر مدعوة إلى التفاعل. والحقيقة مما نعول عليه لتثبيت هذا الأسبوع ليكون مشروعا دائما أن تبادر المؤسسات والأحزاب والجماعات والهيئات والروابط العلمائية والسياسية والفكرية والجامعات بإصدار مواقف وبيانات وإعلانات تعبر عن تبنيها لهذا الأسبوع. فهذا عمل، وبالتالي أنا من خلال صحيفتكم ومؤسستكم أناشد الجميع أن يتبنوا هذا الأسبوع، وأن يعلنوا عن تبنيه ويصدروا المواقف والبيانات كما تصدر بالمناسبات الوطنية. هذه مناسبة أمة تحتاج أن يصدر الجميع فيها موقف، وطبعا إصدار موقف ودعوة للتفاعل، ومن يدعو للتفاعل لا بد أن يكون متفاعل، ولا يصلح أن يدعو للتفاعل لا يتفاعل. هناك عدد من النشاطات، أنت سألتني ما هي النشاطات التي يمكن أن تكون فيه. هناك نشاطات على مستوى كل قطر، وفي بعض النشاطات المركزية التي سيتم القيام بها، وقد أعلن عنها بالأمس في بيان تداعت إليه المؤسسات العلمائية، وفي مقدمتها الاتحاد العالمي كان هو الداعي في هذا اللقاء، وحضرته أكثر من 50 مؤسسة حول 60، وشاركوا جميعا فيه. وبإذن الله تعالى وضعوا خطة للأعمال المشتركة ودعوة للأعمال الخاصة لكل بلد. في كل بلد ينبغي أن يكون هنالك نشاطات. طبعا من الأمور المهمة في مثل هذا الموسم وفي مثل هذه الأوقات أن تكون المسيرات والنشاطات الجماهيرية والمهرجانات، لكن أنت تعلم في ظروف كورونا هذا العام أنه قد لا يمكن أن تتم كثير من هذه، وإن كانت بعض البلاد وعدت أنه سيكون فيها شيء من هذا النشاط، مما البلاد التي ليس فيها حظر ويمكن فيها، ونحن لا نريد أن يكون هذا سبب ضرر بالتأكيد. لذلك سيكون هناك بعض النشاطات الجماهيرية بحسب البلاد بإذن الله تعالى. هذا الأمور المركزية في كل بلد ومطلوب من كل بلد أن يكون عندها ندوات، محاضرات، ولو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن يكون فيها جمع تبرعات، أن تكون خطبة الجمعة متعلقة بهذا الموضوع وبيان
في تركيا كانت الخطبة الجمعة الماضية عن الإسراء والمعراج وعن مدينة القدس، وإن شاء الله ونأمل أن تكون الجمعة القادمة حديث عن معاناة أهل بيت المقدس وعن جرائم الاحتلال الصهيوني وعن هدم بيوت أبناء الشعب الفلسطيني، أبناء مدينة القدس على وجه الخصوص، وإخراجهم من بيوتهم ومصادرة بطاقاتهم التي تؤهلهم أن يبقوا في هذه المدينة، وإغلاقات المسجد الأقصى المبارك، ومحاولة تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا. الحقيقة المفروض خطب الجمعة أن تركز، خطبة الجمعة القادمة أن تركز على هذا المعنى. وأنا أمل أيضا، وأعتقد أن الشؤون الدينية في تركيا وفي ماليزيا وفي بعض البلاد وعدت بذلك، أن يكون هذه الجمعة جمعة جمع تبرعات لتثبيت أهلنا. لا أقول تبرعات، جهاد بالمال، بذل المجهود والمساهمة في تثبيت أهلنا في القدس على وجه الخصوص وفي فلسطين بشكل عام. وبالتالي هذا مطلوب، وإن شاء الله سيكون في مستوى البلاد بشكل عام، ووزارات الأوقاف مدعوة لذلك، وقد أرسل لها رسائل. نحن في هيئة علماء فلسطين في الخارج أرسلنا البعض، وباسم اللجنة التحضيرية الاتحاد العالمي راسل، كل الهيئات والمؤسسات راسلت الجهات المعنية بهذا الموضوع. الاتحاد العالمي أرسل العديد من الرسائل. المفروض أن الشؤون الدينية التركية أرسلت أكثر من 150 رسالة إلى المؤسسات الدولية ووزارات الأوقاف لكي تتفاعل مع هذا الأسبوع وتنزله منزلته بالعمل. طبعا كما ذكرت أيضا يكون الجامعات تعقد المحاضرات والندوات. أنا أعلم أن المؤسسات التركية الأكاديمية والعلمائية والجماعات تجتمع وتصدر موقف مشترك بينها. أكثر من 50 مؤسسة الآن أصبحت مجتمعة على هذا الخيار وتبني العمل والنشاط خلال هذا الأسبوع نصرة للقدس والمسجد الأقصى والقضية بشكل عام. هناك بعض النشاطات المركزية التي تم التداعي إليها. الحقيقة أولا نحن نأمل أن تبث خطب الجمعة من عدد من البلاد، وأنا أوصيكم أنتم كوسائل الإعلام يعني أن تركزوا على بعض المناطق وبعض المساجد وتبث خطبة الجمعة من ما يمكن من المساجد التي تتحدث في هذا الموضوع، وطبعا في مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ولو أمكن أن تكون خطبة المسجد الحرام والمسجد النبوي، وينبغي أن تكون مرتبطة ومتحدثة عن المسجد الأقصى المبارك لا عن أمر آخر. هذا المفروض أن يكون الخطاب في المسجد الحرام والمسجد النبوي في هذا الأسبوع، أن يكون، وأنا أدعو المملكة العربية السعودية إلى وزارة الأوقاف هناك والخطباء في المسجدين وفي غيرهما أن يولوا اهتماما خاصا للحديث وعن المسجد الأقصى ومعاناته، فهو ثالث هذه المساجد الثلاثة. إذن أنا قلت نشر الأخبار، نشر الخطاب عن المسجد الأقصى من أكبر عدد ممكن من المساجد في الأمة، وينبغي أن تكون هذه الجمعة لا حديث فيها إلا عن المسجد الأقصى المبارك وعن مدينة القدس وعن معاناة أهلها وشعبها وصمودهم ورباطهم وثباتهم، وهذا مدعون إليه في كل مكان الحقيقة، في المشرق والمغرب، في أوروبا، في إفريقيا، في شرق آسيا، في آسيا، في كل العالم، وفي أمريكا، وفي كل مكان ينبغي أن يكون الخطاب بهذا الموضوع. سيكون هنالك ملتقى لعلماء الأمة في نهاية هذا الأسبوع يتحدثون فيه عن أدوارهم المستمرة وعن أدوار الأمة وتفعيلها، والتأكيد على أن هذا المشروع ليس موسما وإنما منطلقا ومستمرا خلال العام وخلال المدة حتى يتحرر
المسجد الأقصى المبارك، ويكون لقاؤنا واجتماعنا فيه لا عنه فقط، وإنما فيه بإذن الله تعالى، وما ذلك على الله بعزيز. أيضا سيكون هنالك أمسية خيرية يشارك فيها المؤسسات الخيرية والحركات الإسلامية والوطنية والمنصفة والإنسانية لدعم أهلنا. ستكون أمسية بإذن الله تعالى تغطيها وسائل الإعلام، وسيكون أيضا أمسيات وشعرية وإنشادية محرضة ومحركة على التفاعل مع هذه القضية المباركة. وسيحرص أهل الإعلام وأنتم منهم على إنتاج يعني الأفلام والمقاطع، وسيبث العلماء مقاطع قصيرة مما أصبح الآن يعني يسمى سندويشات التلقي بدقيقتين وثلاثة وأربعة ودقيقة حول هذه القضية وحول نصرة المسجد الأقصى المبارك. ونحن نأمل بإذن الله تعالى أن يكون هذا الأسبوع أسبوع تعبئة وبناء وتربية للأجيال وتذكير لها وتحديد لمهمة كل فئة من فئات مجتمعنا، الرجل والمرأة والصغير والكبير والعالم والمتعلم والأمي والغني والتاجر والفقير، وكل واحد له في هذه القضية سهم. وبالتالي نأمل أن يكون هذا، وإن كان البيان وضح ولكن يحتاج إلى تذكير دائم، أن يكون هذا الأسبوع فيه البيان، وأن يعقبه وأن يستمر التنفيذ بإذن الله تعالى للمشاريع التي تطرح. في هذا الأسبوع ستطرح عدد من المشاريع التي تخدم القدس، من هيئة الماء الفلسطيني في الخارج، منبر الأقصى، عدد من المؤسسات ستقدم مشاريع نأمل أن تغطى كفالات الدعاء في المسجد الأقصى المبارك، مسألة التعليم والصحة وغير ذلك مما سيطرح. ونأمل إعمار المسجد الأقصى، وإن كنا نعلم أن الكيان الصهيوني يحول السعي لإعمار المسجد الأقصى المبارك المادي، فهناك مواقع تحتاج إلى ترميم وصيانة في المسجد الأقصى المبارك. لا بد المتر الوقفي أن يتملك الناس الأرض في المسجد الأقصى وحول المسجد الأقصى حتى يعني يمتلكوها للملك العام إذا كانت من المسجد الأقصى، وإنما يثبتوا أهلها عليها. وكذلك إعانة أهل البيوت المهدمة على اتخاذ مواقع يسكنونها، لأن الكيان الصهيوني يكثر من هدم بيوت أهلنا في القدس، فيحتاج إلى معية هذه الأمة، ويحاول إمعانا وإذلالا لهؤلاء المرابطين أن يجعلهم يهدموا بيوتهم بأيديهم. ومن لا يهدم بيته بيده يدفع ثمن الهدم، ولذلك تهدمه الجرافات الصهيونية ويطلب منه أن يدفع ثمن الهدم. ويأبى كثير من الناس أن يهدموا بيوتهم بأيديهم وإن سجنوا أو أخذت منهم أموالهم قهرا. وبالتالي هؤلاء كلهم يحتاجوا إلى إعانة وإلى دعم، وينبغي على الأمة أن لا يكون المال حائلا دون الثبات في القدس. هذا موضوع مهم جدا. والله يا أخي شوف، كما قلت لك في البداية أن هذا النشاط وهذه المناسبة ليس فيها أحد داعي وأحد مدعو، الكل داع ومدعو. وأنا أرسل رسائل، نحن في هيئة علماء فلسطين نرسل رسائل لأناس ويأتينا منهم رسائل يدعوننا أن نشارك. وبفضل الله تعالى ما وجدناه، يعني أنا بصفتي أيضا رئيس اللجنة التحضيرية لهذا النشاط، ما وجدناه من تجاوب من عموم المؤسسات وحتى بعض المؤسسات الرسمية، فهذا يدلل على الخير في هذه الأمة. الحقيقة تجاوب كبير من الأحزاب، طبعا أولا هيئات وروابط العلماء واتحاداتهم ومؤسساتهم، تجاوب كبير لم يبلغ أحد. لا أعرف أن جهة قالت لا أريد المشاركة، فكل من أرسل له أو على الأقل جاءنا
جواب منه جاءنا جواب بالإيجاب بالعموم. وأرسلنا للأزهر رسالة نأمل أن تكون إن شاء الله وصلتهم، وأن يكون هنالك حراك في الأزهر، الأزهر له مكانته. وأرسلنا للمؤسسات الدينية والحركات مؤسسات المجتمع المدني والحركات السياسية والوطنية، أرسلنا لكل الفصائل الفلسطينية ولكل المؤسسات. حتى الحقيقة من التجاوب أننا وجدنا البلاد المنكوبة بطغاتها وظلامها لم يشغلها ذلك عن المسجد الأقصى المبارك، بل بادرت، وبعضها أخرج بيانات وبعضها وقف المواقف، وعمومهم شاركوا في هذا النشاطات التي تمت في التحضير لهذا الملتقى من سوريا والعراق وليبيا واليمن والبلاد التي تعاني. كل هذه البلاد كلها من تركستان الشرقية لم يشغلها ما هي فيه عن المسجد الأقصى المبارك. ووجدنا التجاوب كبير بفضل الله تعالى، وفضلا طبعا عن البلاد التي فيها شيء من الارتياح والرخاء، فالتجاوب بفضل الله تعالى واسع. وأنا أظن أن الأمة لا تنسى مقدساتها، وكجهات علمائية من مشارق الأرض ومغاربها، من بلاد العرب والعجم كما يقولون، ومن كل البقاع والبلاد. هناك تجاوب واسع وكبير جدا بفضل الله تعالى، وإن شاء الله نرى نتائجه في هذا الأسبوع. وإن كنا نعلم طبعا أن هذا الأسبوع هو محطة وفترة ويعني محدود، ولكنه يخطط ويرتب للمستقبل المستمر، وهو الأسبوع الأول الذي نأمل أن يرسخ هذا فكرة وموسما دائما مستمرا للتفعيل والتحريض لخدمة الأقصى والقدس والقضية فلسطين التي هي مفتاح كثير من القضايا. أخيرا ممكن أسأل باختصار، هل هذه الدعوة ستستمر بعد هذا العام بشكل يعني مستمر، أو يعني هو مخصص؟ لا هذه أنا قلت هذا موسم. هذا موسم سنوي بإذن الله تعالى، هذا أوله ولكن ليس آخره، وإن شاء الله يكون ختامه بهذا الشكل هو التحرير القريب إن شاء الله. إن شاء الله ما يكون 2 3 فقط إن شاء الله، يعني لا يطول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يكون طويلا بهذا الشكل، ولكن الاحتفاء بالأقصى في الأقصى سيستمر إن شاء الله. الاحتفاء بالأقصى والاحتفال به في داخل المسجد الأقصى وفي مدينة القدس التي سيتوسع بها المسجد الأقصى المبارك، لأن هذا وارد كما حصل في المسجد النبوي والمسجد الحرام. المسجد الأقصى هو أكبر المساجد ال3، وهو الآن أصغرها لأنه لم يتوسع، فهو قابل للتوسعة. فإن شاء الله الاحتفاء به فيه وفي المدينة هذا إن شاء الله يستمر، لكن هذا الحراك إن شاء الله ما يكون طويلا، سنوات معدودة، ثم إن شاء الله يكون احتفاؤنا واحتفالنا بالأقصى في داخله.